يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه ان شاء الله هعمل لكم النهارده. هنجيبه كده بلاستيكية، هنحط فيها المية. انا بعاير بالازازة دي، الازازة دي لتر ونص، فانا معايرة بيها. إيه، حطهم هنا كده 15 لتر مية. وده كده إيه سوفت، ده كده توم على قدهم. وده جليسرين. الجليسرين ده بتجيبيه من عنده، مثلا من عند بتاع الراجل اللي بيبيع الخامات دي، او بتشتريه من الصيدليه او من العطار، اي حاجه. هنا الجليسرين عشان بيثبت الريحه اللي انت بتحطيها، وعلشان بينعم الايد، وبيبقى ده معطر ومنعم في نفس الوقت. ده زي الشركات الكبيره بتعمله، بيبقى فيه، لكن بتاع السوق طبعا مش بيحط لك جليسرين. وادي دي كده ريحه الدوني او الكومفورت اللي انت عايزاه، اي ريحه حطيها، بس احنا بنفضل ريحه الدوني عشان يبقى عامل زي وده كده لون ازرق، دول يعني مش ده ب2 جنيه، يعني حاجه كده هبله يعني. وده اللون بتاعه، اللون الازرق، طبعا انت مش هتحطيه كله. وهنشوفوا بقى هنعمله ايه مع بعض. ده الكيس ده فيه حبة صغننين هم. ده فورمالين، احنا بنحط منه حبة صغننة، يعني الحبة دول كده بس ب5 جنيه. اول حاجة هنجيبه السوفت ده، هنقص منه كده حاجات بسيطة. ليه؟ لان ده لازم ينزل كده ايه زي سرسوب رفنع جدا عشان ما يكتولش معاكي. واهم حاجة يكون فيه معلقة خشب، معلقة معدن ما ينفعش. بنصبه بقى كده هنا واحدة واحدة، وبتنزلي بقى بيه ايه كده، تقعدي بقى تقلبي وتنزلي فيه كده ايه سرسوب رفيع زي. إيه، انا نقلته هنا في بلاستيكه كبيره عشان الطبق التاني كان صغير، لان كل ما بتقلبيه يعني كل ما بيتقل، فبيبقى عايز حاجه يعني حجمها اكبر، فانا نقلته هنا وعماله نقلب كده اهو. وادي اللون الازرق اهو اللي احنا قلنا عليه اهو. حطيت منه حبه كده في كوبايه زي دي كده فيها شويه ميه، وقلبنا كده اهو، اللي هو لونه بيبقى كده. هنقلب بقى كده. وادي هنجيب الفورمالين ده اهو، دول حبة الفورمالين الصغننين دول. برضه هنحطهم هنا وهنقلب كده زي ما اتفقنا. عشان الفورمالين ده بيمنع اي ريحة تحصل له، فهو بيبقى زي مادة حافظة كده.
وهناخد اللون بقى كده. هنا الريحه دي طبعا بتاعته تتحط في الاخر. هناخد اللون بقى كده، نكون مدوبينه كويس كده زي ما انتوا شايفينه. وهنحط هنا كده سرسوب رفيع كده ونقلب برده كده. هيبتدي بقى لونه يغير كده وهيبقى شكله حلو زي اللي احنا بنجيبوه بالظبط من بره. بصوا اهو قلبنا الكميه كلها، بس انا بصراحه ايدي وجعتني بقى من كتر التقليب بصراحه ونملت، فاخدت الحبه الاخاره دول. خلاص كده احنا اهو خلصناه. عايزه اقول لكم للامانه يعني هو كان تقيل جدا جدا لدرجه ان هو عامل كتل. بتحطي بقى منه كده في الغسيل، بيطلع منك الهدوم كده ناعمه كده وريحتها جميله جدا. ايه دي بقى الريحه بتاعته اهي. عايزه تحطي ريحه داوني، ريحه كومفورت، ريحه اي حاجه حطيها، اي معطر عايزه تحطيه حطيه. بس هي دي طبعا الريحه بتاعته اللي احنا يعني عارفينها ومتعودين عليها بتاعت الشركات. عايزه اقول لكم كل اللي بيبيعوا الحاجات دي بتاعت المنظفات دي عندهم جميع انواع الريحه بتاعت معطرات الجو. ممكن تجيبي بقى في بريحه الخوخ، وفي بريحه الاناناس، وفي بريحه يعني روايح حاجات كتيره قوي قوي قوي، كريز، حاجات كتيره قوي. بس هو ده كده الدوني بقى ايه اللي على اصوله يعني. طبعا هنبتدي بقى بعد كده، احنا خلاص خلصناه اهو. هنحطوه بقى كده نعبوه بقى كده في ازايز. وريحته بقى قلبت ريحة الشقة بصراحة، وحاجة كده ايه روعة. هنجيبه بقى ازايز زي دي كده فاضية، وهنعبي فيها بقى كده، نبتدي نعبي فيها كده اهي لو انتوا شايفينها اهو. ارفع لكم الفيديو شوية التليفون. شويه ازايز بقى فاضيه كده. عندك الجراكل بتاعت البرسيل اللي بتفضل منك بتاعت الغساله الاوتوماتيك دي فاضي. بصوا تقيله جميل ازاي اهو. بس كده غطي بقى ازازتك وشيليها، واعملي بقى شويه ازايز حلوه كده زي دي كده.
عبينا في ازاز بقى اهو فاضيه من عندنا زي ما انتوا شايفين، والباقي طبعا شلته في حاجه تانية. حلو قوي هيعجبكم. جربوه بقى وادعولي. اسيبكم بقى كده ان شاء الله على خيرة الله، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة، واللايك اللايك اللايك الجميل بتاعكم، كومنت حلو كده ما تنسوش. يلا باي باي، مع السلامة.